لو عايز تدخل على كاميرات المراقبة أو السيرفر بتاعك من خارج شبكة الشركة أو البيت، تعال أقول لك إزاي. السر هنا في حاجة اسمها دايناميك دي ان اس أو دي ان اس. في أغلب المنازل أو الشركات شبكات الاتصالات بتستخدم حاجة اسمها دايناميك بابليك اي بي. وده بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن هو الاي بي بتاعك بتاع الشركة بيتغير كل شوية. يعني مثلا أنا لو اتصلت بالشركة وقلت لهم أنا عايز البابليك اي بي بتاعي أو جبته من على موقع ماي اي بي، لو انا جبته وحفظته وحاولت ان انا استخدمه تاني عشان ادخل على الشبكه بتاعتي او الراوتر بتاعي، مش هعرف ادخل عليه لان هيبقى في اللحظه دي اتغير كل يوم او كل شويه او كل ساعه. فالحل هنا في الدي ان اس، دايناميك دي ان اس. ببساطه خالص الدي ان اس ده بيديك عنوان او اسم بدل البابليك اي بي. دي الخدمه دي بتعمل حاجه اسمها رينيو بابليك اي بي. ازاي؟ يعني مثلا انا بقول له ان انا البابليك اي بي بتاعي اهو، هو بياخد البابليك اي بي يديك بداله عنوان او دومين انت بتستخدمه في الخدمه بتاعه الدي ان اس. بتحط الدومين، وبعد كده هو لما البابليك اي بي بيتغير انت معاك الدومين صح، انت مش معاك الاي بي، انت معاك الدومين. لما الاي بي بيتغير بيبدا هو يحدث تلقائي في الاي بي بتاعه. يعني الاي بي اتغير، ماشي، هات الاي بي ده حطه مكان الاي بي ده وانت بتبدا تستخدم الانترنت عادي جدا. يعني ده مفيد معاك لو انت هتستخدم تخش على كاميرات مراقبه، لو هتشتغل من البيت، لو هتشتغل ريموت ديسكتوب، اي حاجه، حتى لو هتدخل على نفس الراوتر بتشتغل بالدي ان اس. فببساطه الدي ان اس هو اللي بيخلي وصولك لاجهزتك داخل الشبكه من اي مكان في العالم بيبقى اسهل بكتير. لو الريلز الجاي عايزني اشرح فيه الفرق ما بين الدي ان اس والدي ان اس، اكتب لي في الكومنتات، ولو استفدت شير لغيرك عشان غيرك يستفاد. مع السلامه.